هادشي اللي طريف اكادير غير كيفكرنا على مشكل الصحه في المغرب. المستشفيات العموميه المواطن فقد فيهم الامل. انا شخصيا ما بقيتش كنمشي ليهم، كنمشي للكلينيك، والكلينيك وكتخاف منه. واش شريف الناس اللي كتقول لك راه سبيطار الدوله كنخاف ندخل ليه، وحنا راه ولينا كنخافوا من الكلينيك ندخلوا ليه. الكلينيك اللي ما سولتيش عليه مزيان وعرفتيهم انهم فريمون كيديروا خدمه نقيه تقدر تدخل ما تخرجش. وانا طرات لي تجربه شخصيه مع هذا الموضوع هذا دابا شي 6 شهور. مشيت ندير الكونترول غير على ود الكونسير اللي كان عندي في 2018. كندير الكونترول كل عام، وفاش درت الكونترول الطبيب بان لي شي حاجه تما، قال لي خصنا نحيدوا دوك اللعيبه اللي شفت في النبوله ونديوها تحلل ونعرفوا واش رجع ولا لا. باش مشيت ندير العمليه دخل شي ميكروب للدم ديالي نتيجه الاهمال الطبي. كاين شي حاجه ما تعقماتش تما، وشوتيت شي 5 ولا 6 الخطرات، هبط لي الطونسيون شي 5 ولا 6. كنت غنموت ديال بصح، ولا عندي فقر في الدم وتعذبت. والكلينيك اللي كنهضر لك عليه انا اللي صيفطني ليه الطبيب وفي حي الرياض هكاك، والاهمال الطبي. وحتى الاطباء سامحهم الله الاغلبيه ديالهم كيشوف فيك شكاره، كيشوف فيك فلوس، ما عندوش غرام الانسانيه في قلبه الا من رحم ربي. عاوتاني كاينين اطباء الله يعمرها دار كتلقى كاين في قلبهم الله عز وجل، ماشي في قلبهم الفلوس والماده. وزيد 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 وزيد. راه المواطن اش كيبغي؟ ما كيبغيش تخلي ليه ضربه ويخرج يدير مظاهره وتخلي ليه ضربه. وفين هي السياسه؟ المواطن راه كيبغي الكومينيكاسيون، الحوار. شي الحوار راه كيطمئن الانسان ويخليه يزيد يصبر. اصلا هو راه صابر، راه جيتي لقيتيه صابر، خصك تهضر معاه زوين. يكون شي ناطق رسمي تيهضر باسم وزاره الصحه ويقول لهم فوالا راه داك السبيطار احنا خدامين على اننا نحلوا المشاكل ديالو، وراه كاين واحد الاكراهات ماليه وكاينه اكراهات كذا وكذا وكذا، وان شاء الله الرحمن الرحيم دايرين واحد البرنامج يتم التنفيذ ديالو كذا. ولا وعدتي وفي بالوعد ديالك باش يبدا تيقفك. اما الوعود الكاذبه اللي كديرها قبل من الانتخابات راه الناس طلعت لهم في راسهم، راه صافي راه كلشي عايق. وهاد الخطه البائسه الكئيبه انهم كيديروا في راس المدفع التافهين من البشر، وحده كيخسر الهضره ولا كياخذ الاوسمه ولا كيبينوا هو انه هو القدوه، هو المثال اللي شافنا يقول بلي هذا هو القدوه في المغرب. نساو المخترعين ونساو الواعرين، الناس الواعرين والمهندسين والاطباء والمقاولين والناس الواعرين اللي كيكرييو د لا فالور اجوتي في المغرب، نساوهم همشوهم وعاطين لي يدو لواحد مغني تافه كيخسر الهضره وكيضرب الجوانات في لاصين. نطلع 300,000 واحد علاش؟ باش يصنعوا جيل مكلخ مضبع اللي ما يقدرش يهضر على الحقوق ديالو. وفين غاديين بهذا الشيء؟ هذا هو السؤال. وهاد المؤثرين تا هما ديال 4 دريال اللي كيهضروا في المشاكل التافهه الا من رحم ربي. الا انا وانت والاخر كنهضروا باسم الشعب وكنقولوا راه الناس مضروره نوضوا تحركوا، راه هذا واحد الحاجه اللي مزيانه اللي كتشجع على الحوار باش ما يكونش واحد الاحتقان وما يتفرقعش البشر. كنهدنوا النفوس لاننا كنوصلوا الرساله ديالهم. الخلاصه الحوار ثم الحوار ثم الحوار. العنف راه ما كيدير حتى بلاصه، والناس كتسنى التغيير. الله المستعان. وهذه شهاده لله ثم للتاريخ لانني انا مضرر من هذا الموضوع هذا. وعلى فكره العمليه اللي درت العذاب كامل اللي دوزته في الكلينيك في الاخر فاش خرجت النتيجه لقيت ان الحمد لله ما عندي والو، واحد الالتهاب بسيط. يعني انا كان عندي التهاب بسيط كنت غنموت بسبب شنو؟ بسبب اهمال طبي.